السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم إن شاء الله. الله يجعل في ميزان الحسنات واستجابة للدعاء بإذن الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم إخواني في برنامجكم البرنامج الرمضاني من إعداد جريدة الشاملة بريس. اليوم الحلقة الثانية من إعداد المراسل الفنان عبدو الرباع. ضيفتنا اليوم تبارك الله عليها في المجال الطرب الشرقي والمغربي. عندها محطات كثيرة وتاريخ حافل بإنجازات فنية تبارك الله وسط النبي عليها. إنها الفنانة والمطربة المهاجرة بفرنسا فيروز التازي. فيروز التازي، مرحبا بك أختي، ولك الكلمة. معكم الفنانة المطربة والممثلة فيروز التازي من ديار الفرنسية. كنحييكم هذا المنبر وكنبارك لكم شهر رمضان الكريم، كل عام وانتم بخير. بالنسبة للمسيرة الفنية ديالي كنشكر من أعماق القلب الفنانة الكبيرة عتيقة عمار والمايسترو الكبير كريم عبدو اللي مدوا لي يد العون في البداية الفنية ديالي. وكانت الدراسة ديالي في المعهد البلدي بالدار البيضاء بإدارة الأستاذ كبير بن حود والأستاذ الكبير الحاج يونس، ودرست هناك سولفيج والموشحات يعني الغناء الكلاسيكي، وكذا المسرح عند الأستاذ الطالعي، الله يذكرهم بالخير جميعا. وكنتمنى للناس اللي جايين مسيرة موفقة. شكرا أستاذة فيروز. أختي فيروز، ممكن تكلمينا شوية على بعض الأعمال اللي درتي اللي تم إنجازها أو إصدارها، وكذلك الجديد ديالك إن شاء الله. السؤال الثالث سيدي عبد الرباع. شاركت في عدة مهرجانات بمدينة الدار البيضاء والرباط، واشتغلت في مطاعم فاخمة بمدينة المملكة المغربية وبمدينة باريس أيضا. عندي مجموعة من الأغاني، أغنية قيس وليلى ودبعة جاي من كلماتي، وثلاث ملحمات تحت لواء مؤسسة محمد السادس نصره الله بعنوان شكرا يا منتخبنا لأسود الأطلس وأسود الأطلس وحلم. هدية منا لأسود الأطلس اللي يرفعوا راسنا في العالم والمغرب في مونديال قطر 22. وعندي أغنية جديدة بعنوان غاب وليدي، وأغنية دينية إن شاء الله غادي نتمنى طرقكم تخرج قريبا إن شاء الله. شكرا الأستاذة فيروز. وسؤالي الأخير لك هو مؤخرا عرفنا بأن كاينه واحد الحساسية كتدور ما بين الفنانين، او مثلا الخصومه او سوء تفاهم او بزاف ما بين الفنانين. يعني بغينا الفنانين المغاربه يتحدوا، وخصوصا هذا هو الجوهر في هذا البرنامج الرمضاني. ما هي رسالة فيروز التازي للفنان المغربي داخل وخارج الوطن؟ النصيحة اللي غادي نعطيها لإخواني وأخواتي الفنانين والفنانات هي أنهم يديروا يدهم في يد بعض ويحبوا بعضهم البعض ويتعاونوا مع بعضهم البعض من غير غيرة ولا حسد، ولا هذا يكسر هذا ولا هذا مثلا الاخر يطلب ثمن وبالتالي الاخر ينقص من الثمن باش ياخذوا البلاصه ديالو. هذه بالعكس، يتعاونوا مع بعضياتهم، يرفعوا القيمه ديال بعضياتهم، يكبروا بعضياتهم، يشجعوا بعضياتهم. هكذا باش نوصلوا الاغنيه المغربيه للعالم باسره، ويكون واحد الخدمه مع بعضنا في واحد الموده، في واحد الاحترام، وفي واحد التألق. يا سلام، هذه النصيحه اللي كنعطي لحبابي وحباباتي الفنانات والفنانين. ولا كنت انا نقدر نعطي يد المساعده لاي واحد، انا رهن اشاره.